جماعة النهاردة هنعمل احنا رز بلبن بالطريقة اللي هي هاي كلاس، حاجة حلوة كده. ماشي. تلت المية، تلت الحلة بتغلي، مية أصلا بتغلي اهي، سايبينها بتغلي على البوتاجاز. هننزل احنا بكوبايتين سكر، كوبايتين رز. بصوا يا جماعة، أنا حطيت كوباية سكر اهي، وأقلب أنا بقى. ماشي. واحطه على نار هادية. بعد لما احط الحاجات دي، بعد ما المية تغلي واحط رز وسكر، بسيبهم بقى على نار هادية خالص، بحيث ايه الرز يستوي. وبعد ما الرز يستوي هنزل بقى باللبن، وبعد كده في الاخر خالص احط بقى القشطة، بدل ما كنت احط انا بقى ايه النشا. القشطة بتعمل مفعول احسن من النشا 100 مرة، وبيخلي الوش مكرش ويبقى حلو، هيعجبكم. يعني نتقابل احنا بقى في ايه لما يستوي ان شاء الله. بص يا جماعة، الرز بعد ما استوى اهو، هنزل بقى عليه باللبن بقى. واسيبه بقى دقيقتين. بسم الله ما شاء الله، هينفع نشفها وتبقى حاجة حلوة. بصوا يا عادل، بصوا يا جماعة، أنا هعمل ادي القشطة اهي، ننزلهم واحدة واحدة. كده بقى أقلبهم بالمعلقة. بصوا يا جماعة، البتاع اهو، أحط بقى الفانيليا. ماشي. فين المعلقة دي؟ معلقة. أقلب بقى. ابتدي اغرب بقى دلوقتي، بس يهدى بس شوية يا جماعة. أهم حاجة ميكونش في الإزاز أي نقطة مية، عشان أي نقطة مية مع السخونية بتحصل مشكلة. هيكون عشان كل يمتزج مع بعضه، وهغرب بقى. بصوا يا جماعة، ده شكله رز بلبن بعد ما سوى. طبعا عمل أكتر من كده، وفي علبة عملت علبة لناس جيراننا يعني، بس حاجة إن شاء الله حلوة هتعجبكم. يعني بصوا، عمل 9 حاجات، ولسه ممكن يعمل هو أزيد يعني.